في العلاقات بقى عموما بنكون عارفينها، زي مثلا علاقة بقى اتبنت على أساس إعجاب وبعد كده خطوبة، وعلاقة على أساس صداقة ثم إعجاب ثم خطوبة، وعلاقة بقى على أساس حب حقيقي ثم زواج، دي بقى ما فيهاش خطوبة. بهزر طبعا، تمام؟ بس في علاقة بقى ممكن تكون غريبة بالنسبة للبعض وما سمعناش أو ما بنسمعش عنها كتير، وهي بقى موضوع الفيديو ده، توأم الشعلة المزدوجة. والعلامات بقى اللي بتأكد لنا إن إحنا في علاقة مع توأم الشعلة فعلا أو لسه داخلين على العلاقة دي. الأول كده لازم نعرف يعني إيه توأم الشعلة المزدوجة. هي بتكون بقى علاقة روحية قوية جدا مع شخص ما، أنت ممكن تقول عليه إنه نصك التاني. والخبراء بقى قالوا على العلاقة اللي من النوع ده، قالوا عليها أو سموها اسم اللي هي توأم المرآة، المراية يعني. زي بالظبط كأنك بتبص في المراية فبتلاقي طبعا شكلك، أكيد طبعا هلاقي نفسي، امال هلاقي مين؟ المهم بقى اللي هي بتكون روح واحدة في شخصين، راجل وست. يعني كمان لما تزعل هو بيزعل، انت مبسوط هو كمان مبسوط، يعني بيتأثر بيك بقى بنفس القدر بتاعك. انت متخيل حاجة كده؟ سبحان الله. والمهم بقى ان اي شخص فينا بيكون فيه صفات وطباع، دي اللي بترسم شخصيته، ودي اللي بنكون عليها بقى طول حياتنا. زي مثلا حد شخصية قوية، حد شخصية تافهة، رومانسي، حالم، ايا كان يعني. في دكتورة نفسية بقى قالت كلام غريب جدا بيخالف الكلام ده، اسمها بابيتا وده الموقع بتاعها، وقالت بقى توأم الشعلة مش هو اللي بيكملك زي ما كل الناس عارفة، وسكتت على كده. تعالوا نشوف بقى ال11 علامة اللي بتأكد لنا ان احنا في علاقة مع توأم الشعلة فعلا، او احنا لسه داخلين على المرحلة دي، او لقيته يعني، بس بالعلامات اللي هتعرفوها دي. العلامة الأولى الاعتراف. لما تصادف توأم الشعلة بيصارحك ويعترف ليك وتعترف ليه، زي مثلا إنكم منجذبين لبعض، ده اعتراف منكم انتوا الاتنين ومش عارفين السبب، وهتقولوا لبعض كده أنا مش عارف ليه حاجة بتجذبني ليك بدون أي أسباب. كمان حاسين باشتياق لبعض جدا، وإنكم كده كأنكم عارفين بعض من زمان، ده اللي هيكون إحساسكم. ده غير بقى إن في تآلف ما بينكم في كل شيء تقريبا، ده هتحسوه. العلامة التانية بقى حد كده شبهك وانت شبهه، بيجمعكوا حاجات مشتركة كتير جدا، زي تفكير في أمور معينة، بتحب القراية مثلا هتلاقيه كده، بتحب لعبة معينة هتلاقيه نفس الشيء، متدين هتلاقيه نفس الشيء، عنده ضمير هتلاقيه هو كمان عنده ضمير، وهكذا يعني. ده غير كمان قصص من حياتكم في الماضي بتكون متشابهة جدا مع بعض، يعني أي حاجة حصلت معاك في حياتك زمان هتلاقيها حصلت معاه بالشبه، بس مش شرط تكون بالظبط يعني. العلامة التالتة بقى بيكملك وبتكمله. انت ما تشوفش ايه اللي بيتفق الناس معاك عليه، لا، شوف الحاجات اللي انت بيختلف معاك الناس عليها هو بقى بيأيدك فيها، واللي مش عندك هتلاقيه عنده. ده شخص بيكملك كمان، ايه الجمال والحلاوة دي. العلامة الرابعة بقى بيحس بكل مخاوفك وشكوكك. الشخص ده بيعرفك انت خايف من ايه بالظبط، وبيساعدك على انك تتغلب على اي مخاوف، بخلاف كمان انه بيساعدك ويدعمك علشان تقضي على الخوف اللي جواك، ده شيء طبعا جميل جدا. العلامة الخامسة بقى بتحس كده كأنه مغناطيس بيجذبك ليه، يعني من اللحظة الأولى بتحس بده، وحتى بعد مرور سنين كتيرة جدا هو بيكون نفس الإحساس ما بيتغيرش، وحتى لو انت بعيد عنه بتكون نفس الإحساس بيجذبك ليه. العلامة السادسة بقى علاقة بتحس كده انها ممكن تكون صعبة حبتين، مش غريبة ولا حاجة، ولكن بمعنى انك اكيد فيك حاجات انت بتكرهها في نفسك، دي بقى بتلاقيها فيه او بتشوفها فيه. مش احنا قلنا اللي ده توأم شعلة مزدوجة ولا ايه؟ فبيكون بقى بالنسبة لك ده تحدي او صعوبة كبيرة جدا علشان انك انت تتقبل ده، وبتحاول تغيره في نفسك علشان اكيد هيتغير فيه. العلامة السابعة بقى علاقتكم قوية جدا، يعني جواك وجواه شحنة كبيرة جدا من العواطف، بتتطور بسرعة كبيرة جدا، وبتخلي روابط علاقتكم قوية جدا، النهاردة أقوى بكرة هتبقى الضعف. العلامة التامنة بقى مهما يكون ما بينكم بعد في المسافة أو الزمن، يعني أكيد هيبقى فيه قرب ولقاء. لو حد منكم مثلا بعد عن التاني لأي سبب كان، زي خوف أو زعل، بتلف الأيام بقى وترجعوا تاني أقوى من الأول، لأن الطرفين دول دايما بيسعوا على إنهم يلاقوا بعض علشان يكونوا ويكملوا دايما مع بعض. العلامة التاسعة بقى شعورك بإنه شخص مثالي جدا، دايما شايفه هو أحسن حد في الدنيا وإن مفيش حد زيه. العلامة العاشرة بقى في اتصال روحي ما بينكم، بمعنى إنك بتعرف بيفكر في إيه من قبل ما يتكلم أو يعمل أي شيء،
العلامة ال11 بقى والأخيرة دايما بيدفعك للأمام، عايزك دايما تكون إنسان كويس، وإنك تكون بقى أفضل وأحسن حد في الدنيا كلها. ومش معنى اللي أنا قلته بقى في العلامات ال11 علامة اللي أنا قلتهم دول إن العلاقة دي علاقة توأم الشعلة المزدوجة إنها بتكون علاقة مثالية جدا. لا طبعا، لأننا ببساطة بشر، أكيد بنختلف في وجهات النظر مع بعض، بنتخانق يعني، وإحساس حد من الاتنين ساعات أو بيجي له وقت بيتغير إلى حد ما، وبيكون حتى بدون أي أسباب، يعني ده مش غريب. كمان توأم الشعلة غير توأم الروح. هل بقى قابلتوا توأم الشعلة المزدوجة في حياتكم قبل كده، أو أنتوا في العلاقة دي ولا لا؟ ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو علشان يوصل لغيركم، واشتراككم في القناة ده شيء يشرفني ويسعدني جدا. جميع روابط التواصل الاجتماعي الخاصة بيا أسفل الفيديو على اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مختلف إن شاء الله يفيدكم. أشكركم.